السلام عليكم. احنا في أيام عيد الأضحى والناس كاملين فرحانين وكيحتفلوا، ولكن للأسف كاين قصص كتخلي الفرحة ما تكملش عند شي وحدين. واليوم جيناكم بخبر من آسفي كيحكي على واحد الحادث صادم، جزار صفاها لواحد المواطن بسبب خبزة عامرة بلحم رغاس، والموضوع دار ضجة كبيرة في آسفي. نخليكم مع تصريحات عائلة المواطن باش تسمعوا التفاصيل كاملة. خويا انا نقول لك شنو كاين ديك الليله. هذا الخال ديالي نهار الجمعه نهار ليله العيد جا عنده خالي، جا عاد مول الجزار هذا مع كيبيع اللحم ديال الراس، الدري اللي خدام معاه برا جا لعندو قال لي صايب لي خبيزه ديال اللحم الراس. صافي صايبها لي، قاس كيصايبها لي ديك الخبزه اللي قاس كيصايبها لي، جا واحد خاين من ورا خالي بالطونوبيله جا لعند مول الجزار قال لي عطيني انا خبزه فيها لحم الراس. ديك الخبزه اللي صايب الخالي مدها لديك السيد، خالي ما عجبوش الحال مدى المون طونوبيل. خالي قال لي حشومه عليك، قال لي واش انا من الصباح انا كنتسنى وجا هذا السيد هذا وعطيتي زعما الطونوبيل هذا تما جاي مسكين ما عطاش ديالي. قال لي علاش عطيتيها لي قبل مني وانا من الصباح انا كنتسنى. بدا كيتجاهد معاه في الهضره. هذاك السيد مول الجزار اللي داخل في الجزار كيقرط اللحم قال تسناي، قال الدري اللي كيخدم في البورما برا قال لي وخرج تكلف بيه وعيط ليه ال 15 يعني خرج ضربو عيط ليه 15. الجزار قال لي عيط ليهم قال لي ضربو وعيط ليهم. هي هذيك السيد داك الدري منا خرج تا هو دار الهضره اللي قال لي خرج ضربو ضربو بها على ان مرودو ثلاثه ضربات على مرودو، وضربه هنايا وضربه في الراس. يعني مني ضربو نزل عليه بحال هكايا، جاتو على خيال القيس، جاتو هنايا، جاتو الضربه هنا في الراس في المخ. صافي مني جاتو الضربه تمايا خلاو السيد طيح تمايا بدماياته خلاوه طيح تمايا في الرومبو تمايا تالدك في درب مولاي حسن في الرومبا. يعني شوف طراتش طرا في الرومبا دي حدا القهوه اللي كاينه في الرومبوين، ومن الرومبوين الشانطه كامل عامر دم. من عيطوا ال 15 جاو البوليس، مني جاو الدراري تما بداو كيحركوا الدم بزاف. مني جات لامبيلونس جابوا السيد هنايا جابوه بخطر، دخلوا له هنايا بقى 4 ايام بيت الخطر. اليوم اصبح ميت مع الصباح. هي هذيك هادشي كامل بسبب داك مول المحل، بسبب مول المحل، حيت مول المحل هو اللي قال الدري خرج ضرب وعيط ليه ال 15 بحال هكا ونتقلد بها وانا الله شاهد عليا. قال لي خرج ضربو وعيط ليه ال 15. علاش هادشي هذا حيت استنى، علاش هادشي هذا حيت خالي جا كيتسناها في الخبيزه ديالو. قال لي عطينيها نوبتي، قال لي حشومه انت سبقتي بنادم قبل مني انايا، فهمتي؟ هادشي ليله العيد، غدا السبت غيصبح العيد مع الصباح. اوكي والله قسما بالله ما دوزنا العيد ولا داز، واخا كاين واخا ما كاينش ما دوزناش. والسيد سمع، السيد كان جالس مع وليداتو، ما عرفت كيفاش هو تشاه خبيزه ديال اللحم الراس. قال المدام ديالو هاني جاي، خرج هود من الشانطه مع شويه تمايا، قال لي انا غنرجع دابا معاه. خرج مشى طرا المشكل ما رجعش للدار ديالو. وهادشي كامل حنا اللي بقى فينا دابا، حنايا انا اللي بقى فيا على خالي. هو عنده 42 عام، عنده 4 ديال الاولاد، ومرته دايره عمليه ديال القلب، دايره الصمامات ديال البلاستيك على قلبها، وعنده 4 ديال الوليدات وغير كارين. هو عنده 42 عام ونايض ليه الشيب في راسو وما قادش يهز الدقه. وباش كيفكرك بنادم والعرب هاد مول الجزار هذا قال لمرات السيد تلاقى معاه قال لها شوف انا راه غنعطيك الفلوس، انا غنعطيك 2 المليون 3 المليون 4 المليون، قال لها غنعطيها لك وديري التنازل. مني قالت لي مراته لا سيدي انا ما غاديش نشد الفلوس، انا باغا حقي. قال لها الا ما شديتيش الفلوس راه كاين اللي يشدها. يعني شنو هو هادشي هذا؟ السيد دابا راه مات، مشى السيد راه ميت دابا. شنو هو دابا الفلوس كتشري الروح؟ هزوا الجزار وجابوا تسناي، واش دابا الفلوس كتشري الروح وتسن؟ عيطوا لينا ما واش الراجل رق عليا. والسيد جاي باغي ياخذ خبيزه ديالو ويطلع عند وليداتو، عنده 4 ديال الاولاد كاري غا كارصونيه هي اللي كاريه، ما عرفت حتى شحال كاري بشي 20,000 سيدي عبد الكريم 24,000. وكان تسنى قسما بالله كان في الدار البيضاء، كان خدام في الدار البيضاء. امتى جا نهار الخميس جا هو شهر هو خدام في الدار البيضاء. جا حتى قروبة العيد يدوز العيد مع وليداتو وداك الشيء، فهمتي؟
صافي من ديك الليله هود بغا يدي الخبيزه ديالو. الاخر من عطى الخبزه ديالو لذاك السيد من الطوموبيله قال لي علاش تعطي الخبزه ديالي لذاك السيد وحشومه صبقت عليه داك السيد. هو راه اعترف، هو قال حقا هذاك السيد الدري اللي ضرب راه تسنى الجزار حرب دابا تسنى دابا انا نشرح لك. دابا الدري كاع ما كان غيضرب هادشي كامل مناش من الجزار، حيت الجزار قال ليه هو فلان خرج ضرب هذاك السيد تكلف شوف معاه وعيط ليه ال 15. هادشي مع هادشي راه مع الليل. حبوشي عايش الملك عايش الملك سدوا والغدا كلشي يدير حقه وسدوا لي حق خويا وما يمشوش هادو يخرجوا لنا شي حاجه. انا بغيت على حق خويا مشى الله يرحمه ويستعيد وقف قبور. خويا مشى خلى وليداته وخلانا الله يرحمه ويستعيد وقف قبور. عاش الملك واسمعنا سيدنا ولا يلا فهمت على العروق ديال القلب وانا ما كنشوفش بعينيا وسيدي ربي وسيدنا وسيدي الحموشي ولا قتلوا لي خويا واش كان يكتب في البلاد واش يقول لي خرج قدو وصفياني وعيطوا 15 وانت صفيتيني وانا جاي عايش على خبزه وسيدي ربي. عنده 4 الوليدات جوج تويميين باقي كاع ما واصلين 15 عام ولا 13 عام. عنده داك جوج تويميين يلاه عندهم 12 عام. واحد باقي يلاه عنده تا هو 13 عام. الدريه تا هي باقي يلاه عندها داك 12 عام. 4 ديال الوليدات باقيين صغار تيتموا في باهم عنده 42 عام نايض ليه الشيب ودخلنا لكم وجه الله. الا جا عندك شي واحد نايض ليه الشيب وكتشوف فيه شيباني واش غضربوا ديك العصا تعطيه ديك العصا؟ واش غضربوا على مرود بهراوه زرقاء راه صوروها البوليس جاو صوروها للمرود زرق وهنايا هاد البلاصه حتى هي مضروبه ويعني من تما جي لعندو دار لي ديك الضربه على راسو. ضربوا على راسو هنا وما حشوماش هادشي داروا لي ديك الحاله وعيط 15 واش 15 واتمو. وتخيل معايا خويا قسما بالله العلي العظيم الا دابا الكنازه ديالو ما كاينش باش يديروها لي. هذه القصة اللي سمعناها من آسفي بصراحة كتقطع القلب، خصوصا في هذه الأيام اللي المفروض يكونوا عامرين بالمحبة والتسامح. السيد مسكين بناية كيخدم على راسه وعلى وليداته، مشى غير باش ياخد خبزة فيها شوية لحم الراس باش ياكل مسكين حيت فيه الجوع في الليل. ولكن القدر كان كيخبي ليه حاجة ما كانتش في باله، والجزار اللي المفروض يكون خدام مع الناس ويفهم ضغط العيد والمواقف اختار يعطي واحد آخر الأولوية. وهذا التصرف اللي باين بسيط في النظر ديال بزاف كان هو سبب فاش المشكل خرج على السيطرة. وكلمة بدات كلمة حتى ناضت المضاربة وطرى المشكل الأكبر. رأيي بصراحة هو أننا محتاجين نربيو راسنا على الصبر ونعرفوا كيفاش نوقفوا والتراجعوا في الأوقات اللي كيغلي فيها الدم، لأن الرجوع للوراء في بعض المواقف راه شجاعة ماشي ضعف. وحنا كمجتمع خاصنا نكون واعيين بأن العنف ماشي حل، وذاك اللي كتحس بيه في ديك اللحظة من غضب وقهر راه كيمشي، ولكن النتيجة كتخلي الجرح باقي مدى الحياة. ودابا نسولكم، واش كتظنوا فعلا أن الخلافات اليومية كيف ما كانت بسيطة تستاهل نوصلوا بها للدم؟ واش ما جاش الوقت نربي ولادنا وصغارنا وحتى راسنا على الحوار والتفاهم عود الضرب والسب والقتل؟ في الأخير الله يرحم السيد ويرزق أهله الصبر، والله يهدي الجزار ويغفر ليه. وحنا كمجتمع خاصنا نفيقوا قبل ما نزيدوا نسمعوا قصة بحال هادي. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، خليو رأيكم في التعاليق وشطوا لايك إذا كنتم مع التوعية ضد العنف، وبرطاجيو باش الرسالة توصل لأكبر عدد ممكن. وما تنساش تشترك في القناة باش يوصلك الجديد، وخليو دارنا دايما عامرة بالنقاشات الهادفة. الله يحفظ الجميع.